احتاج فريق نادي ام صلال الى 4 اهداف علشان يرجع للمباراه. لا، ما يحتاج حق 4 أهداف ولا شيء. احنا بس من بداية المباراة شوي، يعني هم جابوا الأول والثاني وفريقنا شوي رخى. لو احنا من البداية لاعبين نفس يعني العزيمة والشوط الثاني، أعتقد إن كنا نقدر نجاريهم. فيه فرق في اداء فريق نادي ام صلال بين الشوط الاول والشوط الثاني، شو السبب؟ والله ما في سبب، بالعكس، لأن اللعيبة يبون يرجعون، فهمت؟ وهاي كاس خروج المغلوب، يعني عندهم تشانس، احنا عندنا تشانس بعد، فهمت؟ ليش غاب التركيز عن فريق نادي ام صلال في شوط المباراه الاول؟ هل لانه ممكن ان فريق نادي الجيش خلاص ما راح يكون موجود في الموسم الجاي، لا، او ايش ايش دخل؟ الاسباب؟ هم لو ما يبون يتأهلون ما كانوا من البداية دشوا جامد وجابوا جولين، فهمت؟ زين، البعض يتكلم عن موضوع التشكيل، انه كان المفروض انه جدو وابراهيم متواجدين من الشوط الاول. أول شيء الحمد لله توني أنا راد، فهمت؟ مو بجاهز وما أقدر أنا أعطي أكثر من شوط. أما إبراهيم كان متواجد من قبل وتوه راجع بعد، هو كان فترة. بس الحمد لله إن شاء الله. أشكر الدكاترة والمعالجين إنهم ردوني، وإن شاء الله الموسم الجاي يعني يكون عندنا طموح، فهمت؟ مو بأن نطمح حق السادس ولا هاي، فهمت؟ لازم أتمنى يعني من الإدارة، هم أكيد عندهم هالدافع والطموح، لأن الحين من زمان إحنا ما سوينا شيء، فهمت؟ وأنا واحد منهم بعد. لازم إحنا نشد حيلنا ونسوي شيء حق النادي مرة ثانية، فهمت؟ يعني افهم من كلامك ان لاعبي فريق نادي ام صلال مش راضين على ما قدموا في هذا الموسم، ان المركز السادس مش مقام فريق نادي ام صلال. أنا ما قلت لك شيء، لأن الحين الجيش عنده لعيبة، الأخوية عندهم لعيبة، فهمت؟ مو بالنهاية بس الشارع الرياضي 4 أندية، فهمت؟ وشي فهمت. فأتمنى أن حتى الأندية الثانية، إحنا السيلية، الخور، العربي، يكون عندهم طموح، فهمت؟ عشان الدوري يكون قوي نفس قبل. بس ما ولا شيء. يعطيك الف عافيه.